ألف عافية. راح نروح لموضوع آخر حول آدم وحواء وعن الاستغلال اللي هي صفة مذمومة في كل الحالات بين الأصدقاء الجيران والمعارف، وتكمن صفة الذمامة فيها إذا كان شريك الحياة يتصف في صفة الاستغلال، ولا سيما الاستغلال المادي هو الأكثر شيوعا. فبيكون معنا أخصائي الاجتماع الأستاذ حمد الضويان بيعرفنا أكثر عن العلامات الاستغلالي عند الزوج. مو أقول الزوجة، الزوج. سويت على طول الزوج يعني شخصنة الموضوع. الله يحييك، نورتنا. يعني الموضوع الله جميل. يسعدك. نقدر نتكلم فيه ونتوسع فيه، بس خلينا نبدأ معاك اليوم. ايش هي العلامات، ما هي علامات الزوج، خلينا نقول الاستغلالي اللي تعرف انه هو قاعد فعلا يستغل؟ الاستغلال مثل ما قالت أن الصفة ذميمة وله أشكال وأنواع، يعني منها الإيجابي ومن السلبي، ولكن معرفة الصفات على الشخص مباشرة من الصعب، ما تكون إلا بالمخالطة والممارسة. يعني لما أكون مثلا في الخطوبة، إيه. كيف أعرف قبل ما يكون بيننا عشرة وزواج ما يبين عليه؟ ما يبين، لأن هذا الاستغلال شيء مبطن. يعني الاستغلال إما أن يكون وليد اللحظة، يعني ممكن تزوج واستقر، ولكن أصبح بحاجة إلى مثلا راتب الزوجة. إذا طبعا نتكلم كاستغلال إذا كانت الزوجة موظفة، نعم. احتاج هذا شيء وليد اللحظة، ممكن بالمفاهمة مع الزوجة هذا يعتبر يعني استغلال إيجابي بالشراكة. الحياة الزوجية قائمة على الود والاحترام والمحبة والشراكة بينه، ولذلك يسمى شريك حياته ويتسمى شريكة حياة. شريكة حياة. حلو. طب ايش رايك في اللي يفكر انه والله زوجتي موظفة، اول شيء يقولوا له موظفة ولا دكتورة يقول لك حلو هذا، انا داخل باخذ قرض على طول. عز الطلب. وش رايك فيه هذا الشخص؟ وش توجهه؟ شوف، مثل ما قلت ان الاستغلال يا اما وليد اللحظة، واحيانا زي ما تفضلت انه يكون سابق، مخطط سابق بهدف. اني قبل ما انا اتقدم لها الفتاة أسأل هل هي موظفة ولا لا؟ كم راتبها؟ هنا هذه تبدأ العلامات اللي فعلا تبين ان هذا مثل ما تفضلت الاستاذة، ان هذه من ضمن العلامات اللي قد تبين نواياه الغير صادقة في الاستغلال. لكن يعني قال لك إذا كان الاستغلال ما بين الزوج والزوجة بتفاهم واتفاق، وفي حالات كثيرة زين يعني جاء ما يقول لها ثمار. صح. أن مثلا هي تشاركت وياه، اشتروا لهم أرض، خذوا لهم قرض، بنوا بيت، النصف لها ونصف له، كل واحد عارف اللي له واللي عليه. هذا من الاستغلال، يعتبر هذا نوع من الاستفادة وليس الاستغلال. لكن الاستغلال المنبوذ المذموم أن يحصل على قرض باسم الزوجة. صح. ومن الآن يصير مسؤول عن سداد القرض هي. صح فعلا. فحلو ان الواحد يحاول يعني يبدا حياته بشكل صحيح ونيته كويسه، اساس الله يوفقه. يعني انت اعطيتنا خير الكلام ما قل ودل. ما شاء الله عليك، دائما مبدع. نورتنا. الله يسعدك. وجودكم وتفاعلكم. الله يسعدك. كان معنا الاخصائي الاجتماعي الاستاذ حمد الضويان، وفعلا وضح لنا نقاط جدا مهمه، ان الشخص ما يحاول يستغل شريكة حياته وبرضه هي ما تحاول تستغل عامله. واحنا بعد حبينا ان نستغل من خبره الاستاذ حمد نشوف فقرات ثانيه باذن الله. شكرا كثير مشاهدينا على تواجدكم معنا في صباح السعوديه، وتابعونا ايضا عبر منصاتنا. دمتم على الف خير.